تخيل معايا المشهد ده، المدينة نايمة والشوارع هادية والنظام مطمن على أهل المدينة والأمن مستتب. بنشوف وسط الظلام ده قعدة رجالة بيحششوا على جوزة وبيغنوا البلبل غنى وغنى على ورق الفل. القعدة دي بيتزعمها راجل اسمه الشيخ حسني، أعمى لكن صدقني هو بيشوف أحسن مني ومنك في النور وفي الضلمة كمان. بعد ما القعدة الحلوة دي بتخلص، الشيخ حسني بيقابل عم مجاهد. عم مجاهد صاحب أبوه، الجيل السابق والواصي على الشيخ حسني، وبحكم قوة العلاقة اللي ما بينه وبين أبوه الشيخ حسني بيصبح على عم مجاهد ويسلم عليه، لكن عم مجاهد ما يردش. فيفهم الشيخ حسني إنه لسه زعلان منه ويبدأ يستسمح عم مجاهد إنه ما يزعلش منه. طبعا لا أنا ولا أنت فاهمين وعارفين عم مجاهد ليه زعلان من الشيخ حسني، لكن عم مجاهد بعدها بيقول لنا لما بيلوم الشيخ حسني إنه باع البيت اللي بناه هو وأبوه على كتفهم. ومش بس كده، ده الشيخ حسني باع البيت بالحشيش، باعه للهرم. مش ده المهم. وانت بتتفرج على المشهد ده شقيق، بعد الملامة اللي لمها عم مجاهد للشيخ حسني الطبيعي انه يرد ويقول له اي حاجة، يدافع حتى عن نفسه. لكن داود عبد السيد هيخلي الشيخ حسني يرد على عم مجاهد بعد ساعة و37 دقيقة من زمن الفيلم، وكأن المشهد بيتعاد بنفس الطريقة تاني. الشيخ حسني بيصبح على عم مجاهد وعم مجاهد ما بيردش، لكن حسني المرة دي هيستسمحه، وبعد ما هيستسمحه هيبدأ يبرر ويدافع عن نفسه ويقول له بتكلمني عن ايه؟ عن الحشيش. الحشيش ده هو الذنب الوحيد اللي في حياتي. بعد ما ماتت ام يوسف ما كانش عندي حتى بني ادم اكلمه. انا بكلم الناس حوالين الجوزة، بفضفض، بضحك واغني في عادة حلوة لغاية ما اموت. بيتيه اللي انت بنيته مع ابويا طوبة كنت فين انت يا عم مجاهد؟ قدرت تعمل ايه لما مرات ابويا خدت الشقة واديتها لولادها؟ ها؟ عملت ايه؟ الحكاية مش حكاية البيت يا عم مجاهد، مشكلة الناس اللي عايشة ولازم تعيش. ما تظلمنيش يا عم مجاهد، مؤاخذة يعني. مغرفة الفول اللي كانت بمليم بقت دلوقتي بنص ريال. نرجع بقى تاني هنا عند الجملة دي، الحكاية مش حكاية بيت، المشكلة مشكلة الناس اللي عايشة ولازم تعيش. الجملة دي يا شقيق هي لخصت لك عالم الكتكات كله، أو بمعنى أصح لخصت لك الواقع بتاعنا لو هو شبه عالم الكتكات. طب ما تيجي نعرف كده، هو الشيخ حسني شايف الناس اللي في عالم الكتكات دول إيه؟ عالم وسخة. لو هنفترض إن دي نظرة الشيخ حسني للمجتمع بتاعه مش نظرة داود عبد السيد للمجتمع بتاعه، طب إحنا ليه حبينا فيلم الكتكات أو كده؟ ليه حبينا العالم ده كله على بعض؟ ما تفكرش كتير يا شقيق، الإجابة هي الشيخ حسني. انت اول الفيلم خالص بتشوف ضلمة، وبعدين تسمع الشيخ حسني بيغني، وبعد كده النور يبدأ يجي بالتدريج وكأنك دخلت خيال الشيخ حسني من غير ما تحس. ومن خلال عينيه رغم انه اعمى هتشوف عالم الكتكات على حقيقته، عالم كله حاجات غير أخلاقية كلنا قدام بعض بنرفضها، حاجة كده شبه فرح مروان مشاكل والعياذ بالله. العالم ده ذات نفسه لو بصيت عليه من غير نضارة الشيخ حسني اللي هو المفروض أعمى هتشوفه عالم غلبان ومحترم جدا وطيب، وقد إيه هو جميل زيك كده يا شقيق لما بتخش مجتمع جديد عليك. لكن لما بتلبس نضارة الشيخ حسني هتشوف العالم ده على حقيقته، عالم في ديلر المنطقة اسمه هرم شايل المخدرات عند الأسطى حسن، والست فتحية مرات الأسطى حسن مودية مع الهرم في الحرام. ومش بس كده، ده لما الشيخ حسني قفش الهرم في الحمام وفضحه، الراجل اتخانق معاه وضربه، والست مراته رمت له هدومه بره البيت وطردته، والأسطى حسن صعبان على الشيخ حسني. عالم فيه سليمان بن الصايغ الست روايح مراته بتخونه مع راجل غريب في بيته، وبرضه أول حد يقفش الراجل ده الشيخ حسني. اللي بعديها بشوية سليمان بيروح للشيخ حسني عشان يقول له روايح سابت البيت
وطفشت، وطبعا مش محتاج تعرف هي طفشت مع مين. عالم فيه البت فاطمة بنت أم سيد اللي اتجوزت راجل، والراجل ده سابها وسافر، ومن حرمانها العاطفي بتشقط يوسف ابن الشيخ حسني، وبرضه اللي هيقطع على علاقة الاتنين ببعض الشيخ حسني. ولا الست ام روايح الاكس بتاعت الشيخ حسني اللي في عز ما بنتها طفشانه مع راجل غريب بتظبط ديت مع الشيخ حسني وتسرب له العيال على السيمه حفله 9 وتقول له تعالى الشقه فاضيه وانا راضيه. عشان كده لما تسمع الشيخ حسني وهو بيقول على ستات حارتهم حاكم اصل نسوان حتتنا دول بقوا حاجه غريبه مصايب، ما تستغربش. اللي تستغربه بجد يا شقيق هو سعادة الشيخ حسني طول الفيلم. سعادته رغم انه عارف كل البلاوي دي عن حتته وعن منطقته. يعني انت عمرك ما هتشوف الشيخ حسني مهموم، بالعكس انت هتشوف يوسف ابنه هو اللي مهموم بانه يقنع سته تبيع البيت، بس يوسف ما عرفش ان مفيش بيت يبيعه لان ابوه سبقه وباعه، ومش بالفلوس، لا بالحشيش. سعادة الشيخ حسني الحقيقية بتبان أكتر مع الشيخ عبيد الأعمى اللي زيه، لأن هنا هو بيمارس عليه كل غرايزه في إثباته لنفسه إنه مفتح أكتر ما يثبت لغيره، ودايما هيبقى عاوز ياخد الشيخ عبيد لخياله. يعني مثلا لما يحكي للشيخ عبيد فيلم في السينما هيحكي له خياله هو، خياله اللي عاوز الشيخ حسني يشوفه في النور قبل الضلمه. برضه لما بيقول له انه شايف ست حلوه معديه قدامه وهم قاعدين على القهوه، ولما بيركب معاه مركب في النيل وهم اصلا على الشط، لكن الشيخ حسني عاوز يفليكس عليه شويه فيهز في المركب لحد ما رجاله المعلم صبحي يرموه في الميه. وهنا الشيخ عبيد بيعرف الحقيقه ان الشيخ حسني هو كمان اعمى زيه، وطبعا بيضحك. نسيت اقول لك مين المعلم صبحي. المعلم صبحي هو اللي اشتغل بيت من الهرم بعد ما الشيخ حسني باعهوله، والمعلم صبحي عاوز يهد البيت ويبني مكانه عمارة جديدة زي ما بيحصل دلوقتي في أي منطقة قديمة ملمسة بس في منطقة جديدة، أو في ما بينهم كوبري أو شارع أو نيل مثلا. وكأن الشيخ حسني بيشوف المستقبل أحسن مني ومنك كمان. الشيخ حسني يا شقيق كان رافض وضعه كأعمى بكل الأشكال والأنواع حتى في المسميات. يعني مثلا هنا لما بيسألوه في قعدة الحظ اللي كانت في أول الفيلم والراجل الطيب ده بيقول له هو أنت عميت إزاي، الشيخ حسني بيرد عليه ويقول له ما اسمهاش عميت يا حمار، اسمها النور انطفى. الشيخ حسني لما هيسوق الفسبة بتاعت سليمان الصايغ هتشوف الحتة كلها اتقلبت والناس بقت تجري يمين وشمال، والوحيد المستمتع باللحظة دي هو الشيخ حسني. الشيخ حسني اللي بيشوف في النور والضلمة كمان. طب احنا ليه بنحب الشيخ حسني؟ الشيخ حسني كان أول دفعته في معهد الموسيقى سنة 63 ومتكرم من عبد الناصر في عيد العلم. فلما تشوف واحد أعمى بكل الذكاء والموهبة دي والتفوق العلمي كمان يبقى ده الواقع بتاعه، فبيختار إنه يسيب واقع الكتكات بمرارته وقسوته ويركب حصان خياله زي ما بيقول لنا في آخر الفيلم. يلا بينا تعالوا نسيب اليوم في حاله وكل واحد منا يركب حصان خياله. فيلم الكتكات يا شقيق ممكن تشوفه بكذا عين وكذا رؤية ورمزية كمان، لكن لو في حاجة مخليه الفيلم ده أيقونة سينمائية هم حاجتين. أولهم إن الحكاية مش حكاية بيت بيتباع، المشكلة مشكلة الناس اللي عايشة ولازم تعيش. وهنا البيت مش المقصود بيه بيت الشيخ حسني والناس مش سكان الكتكات، لا البيت هو الوطن والناس هم مواطنين هذا الوطن. الحاجة التانية انك ممكن تشوف فيلم الكتكات بمثابة قعدة حظ حلوة بيتزعمها شيخ أعمى انت معاه راكب حصان خياله، وكأن الشيخ حسني بيقول لنا لما الواقع يبقى قاسي قوي اركب حصان خيالك. عشان كده أول جملة في الفيلم هي آخر جملة بتسمعها برضه في الفيلم. الشيخ حسني يشوف أحسن منك في النور وفي الضلمة كمان. سلام يا شقيق.